تهلاو في والديكم قبل ما يفوت الوقت، قبل ما تكمل وتطلع الفيديو. اسمع حتى الاخر ومن بعد رجع قول لي في التعاليق واش عندي الحق ولا لا. حيت اليوم ما جايش نهضر على الفلوس ولا على النجاح ولا على كيفاش تولي مشهور. جايه نهضر على حاجه اغلى من هاد الشي كامل. جايه نهضر على الناس عطاوك عمرهم كامل ويمكن اليوم ما بقاش عندك ليهم حتى 10 دقايق في نهارك. جاي نهضر على الام والاب، الناس اللي ضحاو براحتهم باش ترتاح انت، وتعبوا باش تكبر، وصبروا عليك في الاوقات اللي ما كان حتى واحد قادر يصبر عليك. خصوصا الام، شحال سهرات من ليلة وانت مريض، شحال من مرة بقات حداك وهي خايفة عليك كتر من خوفها على راسها، شحال من دعوة خرجات من قلبها وكانت سباب في باب من أبواب الخير تفتح ليك. الأم اللي ما كتحتاجش منك الملايين وما كتحتاجش الهدايا الغالية، كتحتاج غير تسمع صوتك وتحس باللي مازال عندها مكانة عندك كبيرة في قلبك. أما الأب، هذاك البطال اللي ما كيهضر عليه حتى شي واحد، الإنسان اللي كيخرج يخدم وهو مهموم وكيجي عيان وكيخبي المشاكل ديالو باش ما يحملكش الهم. شحال من أب ضحى بأحلامه على قبل أحلام ولادو، وشحال من أب حرم راسو من بزاف ديال الحوايج باش ولادو يعيشوا مزيان. يمكن ما كيهدرش بزاف على الحب ديالو ليكم، ولكن كيبرهن عليه كل نهار في التضحيات ديالو. ومع مرور الوقت كنكبروا، كل واحد فينا كتشدو الحياة من جهة، الخدمة ولا دراسة مسؤوليات، كيولي عندنا الوقت لكل شيء، التليفون، الصحاب، الخروج، التلفازة، الدوران. لكن ملي كيجي دور على الوالدين كنقولوا من بعد. آه من بعد نصوني ليهم، من بعد نزورهم، من بعد نجلس معاهم. نار الوالدة شحال ولا فيك ديال الصداع، نار الوالد شحال ولا فيك ديال النقير. هادشي اللي كنوليو نقولو. ولكن شحال من حاجة ضاعت في هاد الحياة بسبب كلمة من بعد. اجي، واش عمرك فكرتي باللي ممكن يجي نهار تبغي تعيط على امك ما تجاوبكش، او تبغي تسمع صوت باك مرة اخرى وما تلقاهش؟ حتى جا النهار تمناو دقيقة واحدة فقط مع والديكم. عارف شنو هو اصعب احساس؟ ماشي هو الفقر، ماشي الخسارة. اصعب احساس هو تفيق في الصباح شي نهار وتلقى والديك ما كاينينش، ماشي خارجين، ما بقاوش في هاد الدنيا. ديك الساعة غتحس بالندم وتولي تقول يا ريت كون جلست مع امي كتر، يا ريت كون سمعت الاب ديالي كتر، يا ريت كون زرتهم، يا ريت يا ريت يا ريت. تولي تقول ماذا بيا يرجعوا نقول لهم غير شكرا ونعوضهم واخا غير شويه على داكشي اللي داروا معايا. لكن الوقت كيكون فات، ومهما ندمتي ما كتقدرش ترجع دقيقة واحدة من الماضي. داكشي علاش الا كانوا والديك باقين معاك اليوم راه عندك نعمة كبيرة بزاف. سير عندهم، عنقهم، بوس راسهم، سول عليهم، جلس معاهم، ضحك معاهم، شرب معاهم واخا غير كويس ديال اتاي. راه بالنسبة ليهم راه شي حاجة كبيرة، وخليهم يحسوا باللي تعب السنين ما مشاش غير هكاك. حيت كاينين ناس اليوم مستعدين يعطيو الدنيا كاملة غير باش يسمعوا صوت امهم مرة واحدة، او يجلسوا دقيقة واحدة مع باهم. في الاخير اذا كانت عندك امك مازال حية الله يحفظها لك، ولا كان الاب ديالك باقي حي الله يطول في عمره، وإلا كانوا عند الله فالله يغفر لهم ويرحمهم رحمة وسعت كل شيء. وما تنساش المال كيتعوض، الخدمة كتعوض، أشياء كثيرة في الحياة كتعوض، ولكن الوالدين ما كيتعوضوش. إلا وصلتي لهنا كتب لي في التعليق الله يحفظ لي والديا، أو
الله يرحم والديا، وخلي دعوة طيبة لأي أب أو أم كاينين في هاد الدنيا. ولو وصلتي لهنا وعجبك هاد النوع ديال المحتوى اللي كيخرج من القلب وكيهضر على مواضيع كتهم حياتنا كاملة، ما تنساش دعمني بلايك واشتراك في القناة، حيث الدعم ديالكم هو اللي كيشجعنا نكملوا مواضيع أحسن في كل أسبوع. وخلي هاد الفيديو يوصل للناس اخرين يمكن يكونوا محتاجين يسمعوا هاد الرسالة اليوم قبل غدا. يلا تهلاو في والديكم.